الفل. في مثل انجليزي شهير بيقول the grass is always green on the other side، يعني العشب دائما اخضر على الناحيه الاخرى من الضفه. يعني دايما حياه التانيين احلى من حياتي. مرات فلان اكيد هتبقى اظرف من مراتي، ولو انا كنت متجوز واحده زيها كانت هتبقى حياتي اجمل. اكيد جوز فلان حنين اكتر وبيدلعها زياده، وانا لو كنت متجوزه واحد زيه اكيد كانت حياتي هتبقى اجمل. ولاد فلان متربيين شوف ازاي وحلوين، واكيد انا لو كان عندي عيال زيهم كانت هتبقى حياتي اجمل بدل عيالي العصبيين اللي بيتنرفزوا اللي بيردوا بردود مزعجه. مهم جدا ان احنا نبص في ورقتنا، وان احنا نبقى فاهمين ان دايما العشب اخضر اكتر على الناحيه الثانيه، لكن لما هتروح الناحيه الثانيه هتلاقي ان العشب هو نفس اللون بنفس المشاكل بنفس الحاجات، ويمكن تلاقي مشاكل عند العشب اللي انت شايفه اخضر من بعيد ده اكبر من مشاكلك بس انت مش شايفها، لان احنا مش بنشوف كل حاجه عند الاخر. الراجل اللي ظاهر على السوشيال ميديا بيحب في مراته وبيدلعها وبيشتكها وكل الكلام ده احنا ما نعرفش هما بينهم ايه، وهو خرج يعمل الشويتين دول عشان ايه. الست اللي هي باينه جميله ورائعه ولذيذه وظريفه احنا مش عارفين في عصبيتها بتعمل ايه، ولا في بقيه حياتها بتعمل ايه، ولا بتهتم ازاي باسرتها وبعيالها، ولا هي صوره وبس. كل واحد عنده مشاكله وعنده نصيبه من السعاده ونصيبه من الالم، فبلاش نقعد نفكر ونبص على حياه الاخرين ونقارن، لان ده مش هيعمل حاجه غير انه يسمم حياتي ويخرج الرضا من حياتي، وهبقى رافضه طول الوقت للوضع اللي انا فيه، مش راضيه عنه ومش راضيه عن الحاجات اللي معايا، ودايما ببص على الاخرين وقارن. والمقارنه دايما ظالمه، عمرها ما هتبقى عدل ابدا، لاني ما بشوفش كل حاجه في حياتهم عشان اقدر اقارنها بحياتي. زي ما بنقول كده بالعربي الشيخ البعيد سره باتع، فكل ما هتبقى الحاجه بعيده هتبقى جامده جدا وليها تاثير وليها هاله واحساس قوي جدا بيها، ولكن لما هبقى في الموقف ده فعلا مش هلاقي كل اللي انا متخيله. فيا ريت نرضى في حياتنا ونبص في ورقتنا عشان نقدر نعيش بصحه وسعاده. دمتم بصحه وسعاده.